في ناس فاكرة إن أول ما هيتجوزوا حياتهم كلها هتبقى عسل، لا مشاكل ولا دموع ولا خناقات، بس الحقيقة مختلفة تماما. واللي يصدق الوهم ده بيتصدم أول ما يدخل البيت. الجواز مش عصاية سحرية ولا هو الجنة اللي انت هتتنقل فيها من كل تعبك لراحة مطلقة. الجواز علاقة بين اتنين من لحم ودم، ليهم طباع مختلفة، ليهم عيوب وليهم جروح قديمة بيحاولوا يتعاملوا معاها. لو دخلت على جوازة وانت متخيل انه هيحقق لك السعادة الأبدية من غير مجهود، يبقى بتحكم على نفسك وعلى شريكك بالفشل من أول الطريق. الجواز الحقيقي محتاج وعي، انك تدرك ان الطرف التاني انسان كامل بعيوبه ومميزاته. مجهود، ان العلاقة دي لازم تسقيها مية، يعني اهتمام كل يوم. محتاجة صبر، لانك هتتعامل مع مواقف كتير محتاجة هدوء وتعلم. الوهم الكبير اللي بيوقع ناس كتير هو انا هتجوز عشان ابقى سعيد. لا، الحقيقة انك لازم تكون متوازن وسعيد من جواك الاول، وبعدين تدخل الجواز عشان تشارك السعادة، مش عشان تجيبها او تدور عليها او تلاقيها. الجواز ممكن يكون مصدر فرح، سند، قوة ودفء، بس كمان ممكن يكون مصدر وجع لو دخلت عليه بعقلية الأحلام الوردية ملهاش أي أساس في الواقع. المشاكل هتيجي، هتيجي، خناقات هتحصل طبعا، لكن الأهم هل عندكم استعداد تتعاملوا مع كل مشكلة وتخرجوا منها أقوى، ولا تسيبوها تكسر العلاقة؟ الجواز مش جنة أبدية، الجواز مدرسة، اللي بيدخلها فاهم واعي بيتعلم وبيكبر وبيسعد، واللي بيدخلها بأوهام بيخرج منها محطم. يا جماعة، السعادة مش في الجواز، السعادة فيك. وبعدين الجواز بيزودها ويكبرها. تدخلش العلاقة بأحلام وهمية، تدخلها بوعي وحب حقيقي عشان تكون ساعتها الشريك الصح.